السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم دايركتور في اوريفليم. حبيت بس اوضح لكل الناس اللي بتسألني على عضوية اوريفليم، هل لما انا اشارك في العضوية ايه المميزات بتاعتي وهل فيها اي التزام. انا بس عايزه اوضح نقطه مهمه جدا. اي حد معانا بيدخل في اوريفليم يا اما بيدخل لمنتج شخصي، يا اما بيدخل لمبيعات وهدايا، يا اما بيدخل اداره وبزنس وفريق وفلوس وسفر والكلام ده. تمام، انا بخدمك على حسب ما انتي عايزه، مفيش فيه التزام. بمعنى انتي داخله تشتري منتجاتك الشخصيه وتعرفي المنتجات وانواع مثلا الكريمات، انواع السكين كير، فانا هخدمك في النقطه دي. طب انت داخله كهدايا وكمبيعات، انت مثلا واصحابك او معاكي حاجه اونلاين او موقع اونلاين، برضو هخدمك في دي. داخله اداره وبزنس وسفر وشيكات والكلام ده، برضو هضمك وهخدمك لدي. اذا انا معاكي على حسب طلبك واحتياجك. انت مفيش التزام، مفيش اجبار، انت اللي بتحددي لي الطريق اللي انا همشي معاكي فيه. تمام، فاي حد عايز يسجل سجلي بقلب جامد وما تخافيش، انا هخدمك زي ما انت عايزه. لو انت داخله لمنتج شخصي او تسالي على منتج معين هل هو مناسب ليكي ولا لا، سجلي. لو انت داخله عايزه مبيعات على نطاق العيله او الاسره او الاصحاب او حتى نطاق اكبر، لو انت عندك حاجه اونلاين سجلي او محل. لو انت عايزه إدارة وبزنس ونفسك تفهمي إزاي تترجمي وقتك، موبايلك، فراغك، أو إمكانياتك عامة في فهمك للمنتجات إلى فلوس، برضو سجلي. لو انت مش عارفة الفروق بينهم برضو سجلي. دوري معاكي ان انا افهمك كل التفاصيل وانت تختاري الطريق اللي انت حباه، محدش هيجبرك على اي حاجة ابدا. دوري معاكي من اول ما بتدخلي ان انا بديكي كل المميزات اللي انت تقدري تستغليها، وكل واحدة حسب امكانياتها بقى العقلية، امكانياتها حسب وقتها وغيره. وحتى لو سجلتي كمنتج شخصي وحبيتي بعد كده تبقي مبيعات، او حبيتي بعد كده تبقي بيزنس، متاح. والعكس، افرضي ان انت مثلا جربتي وما عجبكيش مثلا وعايزه تفضلي منتج شخصي، برضو ده متاح حسب رغبتك انت. فما تقلقيش، سجلي مباشره معايا. لو انت مهتمه ابعتيلي على الخاص وانا هتواصل معاكي فورا خلال وهسيب استمارة في الكومنتس تحت. لو حبيتي تمليها امليها بنفسك او تواصلي معايا خاص، وان شاء الله هتواصل معاكي بنفسي انا او حد من التيم اللي معايا خلال 24 ساعة بإذن الله.